النهارده نزلت السوق علشان اجيب خضار لماما، وبعد ما جبت الطماطم والبطاطس والبصل دخلت في اصعب لحظه في حياه اي بني ادم مصري. اللحظه دي اللي بتختار فيها البقدونس والشبت والكزبره، تحس كده انهم عاملين مؤامره علينا وشبه بعض لدرجه تخليك تشك في نفسك. وطبعا واجبي كمصري اني اكون عارف كل حاجه، وكرامتي منعتني اني اسال البياع. تحس كده ان لو سالت البياع هيقول عليا الاهبل اللي ميعرفش الخضار اهو. ورجعت البيت وانا حاسس اني عملت انجاز عظيم. اول ما دخلت ماما فتحت الكيس وبصت لي وقالت لي فين باقي الحاجه، فانا قلت لها الحاجات كلها قدامك يا ماما. راحت قالت لي طب ده الشبت وعرفناه، فين بقى البقدونس والكزبره؟ فانا قلت لها امال ايه اللي قدامك دول؟ قالت لي ده جرجير وفجل يا موكوس يا ابن الموكوسه. ولقيت بقى ابويا مصدق يديني الكلمتين بتوع كل يوم. تحسه كده لقى الفرصه الذهبيه علشان يعرفني اني فاشل، وقال لي هتفضل طول عمرك خايب كده ومش هتعرف تجيب حاجه ولا هتعرف تفتح بيت، وطالما انت متعرفش مسالتش الراجل ليه، ومش لازم تعمل نفسك فاهم كل حاجه. المهم بقى ابويا اللي بيعرف كل حاجه وما عندهوش مشكله انه يسال البياع، نزل علشان يراجع الحاجه اللي انا جبتها ويجيب الحاجات الصح. ابويا بقى راجع بعد ساعه وهو فخور بنفسه، والحمد لله جاب معاه البقدونس صح، وبدل الكزبره جاب سبانخ.